السينما لها أبواب كتير، منها باب معهد التمثيل وأكاديمية السينما، ومنها باب الوسامة أو الكاريزما. لكن صاحبة شخصية النهاردة دخلت السينما من فم المعدة، اللي وصلتها لباب السينما ووصلتها لمستوى غير مسبوق من البدانة، ووصلتها كمان للوقوع تحت قبضة من لا يرحم، تحت قبضة شيطان المخابرات صفوت الشريف، مع الفنانة ليلى حمدي، وقصة جديدة من قصص حياتهم وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في 7 أغسطس سنة 1929 اتولدت إقبال أحمد خليل في محافظة سوهاج، وتعلمت في مدرسة المعلمات في سوهاج، لكنها ما اشتغلتش في التدريس. اتجوزت من ضابط اسمه عواد الزياتي، كان أبوه عمدة قرية الألج في محافظة القليوبية، ولما مات أبوه استقال ومسك العمودية مكانه، وخلفت منه ابنها الوحيد عماد. ليلى حمدي كانت من هواة قراءة الفنجان، وفي يوم حضرت حفلة عند واحدة من صحباتها، وهناك بدأت تمارس الهواية المفضلة بتاعتها وتقرا الفنجان للموجودين في الحفلة. وفي الحفلة دي لقط لها واحد من المصورين صورة وهي بتقرا الفنجان، ولما سألته صورها ليه قال لها دي صورة للذكرى، لكنه نشر الصورة في مجلة من المجلات الشهيرة اللي شافها جوزها فطلعها. وفي نفس الوقت شاف الصورة بعض المهتمين بالفن فبدأوا يتصلوا بيها وأشركوها معاهم في البرنامج الشهير ساعة لقلبك. وبعدين اشتركت في فرقة إسماعيل ياسين والسيرك القومي. حصرها المنتجين والمخرجين في نمط معين أو في شخصية معينة، وهي شخصية المرأة البدينة أيا ما كان وضعها بقى، كزوجة متسلطة، وغالبا كانت في دور الخدامة. وظهرت في معظم الأدوار بتاعتها باسم رفيعة، اللي أصبح سمة من سماتها واشتهرت بيه، وغلب على الاسم الفني ليلى حمدي والاسم الحقيقي إقبال خليل. ورغم أن أدوارها كلها كانت هامشية لكنها كانت كوميدية. اشتهرت ليلى حمدي بشهيتها الواسعة للأكل، ووجبتها الأساسية كانت اللحمة والخضار، فكانت بتاكل في الوجبة الواحدة 4 رغيفة، أما في اليوم فكانت بتاكل فرختين كاملين ورطل لحمة بالإضافة لصينية بسبوسة أو كنافة، وبتحبس بطبق كبير من الفاكهة. وده طبعا أدى لزيادة وزنها بصورة مخيفة جدا، فدخلت في صراع مع الفنانة السمينة رفيعة الشال اللي كانت بتنافسها في تقل الوزن وخفة الدم. بسبب وزنها التقيل اعتبرها الرسام عبد المنعم رخا نموذج او موديل للشخصيه الكاريكاتيريه البدينه المتسلطه، فبدا يرسمها في الكاريكاتير بتاعه اللي كان بيظهر في جريده الاخبار. وما فكرت ليلى حمدي في الجواز مرة تانية، نشرت إعلان في مجلة روزا اليوسف في باب إعلانات الزواج سنة 1954، قالت فيه فنانة معروفة خفيفة جميلة خمرية اللون، وخريجة مدرسة المعلمات، العمر 29 سنة، وعضوة في فرقة إسماعيل ياسين، عندها طفل في العاشرة من عمره، ترغب في الزواج من رجل محترم لا يقل عمره عن 40 عاما، ولا مانع إن كان سبق له زواج ولديه أولاد، بشرط ألا يقل دخله عن 50 جنيه، ويسمح لها بالعمل الفني بعد الزواج كشرط أساسي. وبالفعل اتقدم لها راجل واتجوزها، لكن الراجل ده كان جسمه قليل جدا بالمقارنة بيها، وأطلق عليه رسام الكاريكاتير الشهير عبد المنعم رخا اسم السبع فندي، فكان بيرسم لها كاريكاتير في الأخبار بتضم مقالب يكتبها ونكت لليلى حمدي تحت عنوان رفيعة هانم والسبع فندي. وكان الصحفي الكبير محمد التبعي هو مبتكر الشخصيه الكاريكاتيريه دي، وكان بيحط نفسه تعليقات الكاريكاتير. الشخصيه دي لقت صدى كبير ونجحت عند القراء، فزاد من شهرة ليلى حمدي جدا. ورغم ان المخرجين حصروا ليلى حمدي في ادوار هامشيه، لكنها كانت راضيه بكده، وكانت اول دور ليها في فيلم بين قلبين سنه 1953، وقدمت بعد كده ادوار متشابهه، فهي الخدامه السمينه فكيهه في سكر هانم، والتلميذه المشاكسه في شارع الحب، ومرات عباس الزفر في اسماعيل ياسين في الاسطول. واشتركت في اكثر من 55 عمل سينمائي، اهمها سكر هانم ولوكاندا المفاجآت واسماعيل ياسين في حديقه الحيوانات وبيت الطالبات وصغير على الحب والستات ما يعرفوش يكذبوا. اما في فيلم المجانين في نعيم فقدمت دور المعلمه حميده زند السبع. قرر رسام الكاريكاتير عبد المنعم رخا يجدد وادخال شخصيات جديده في رسوماته بالتركيز على شخصيه بنت البلد، فقدم رفيعه الشال كبديل لرفيعه هانم او ليلى حمدي. فطبعا ده اثار غيره ليلى حمدي، أما شافت لوحة كاريكاتيرية منشورة في الصحف رسمها الفنان رخا للفنانة رفيعة الشال في شخصية بنت البلد، بعد ما كانت هي صاحبة الشخصية الرئيسية في الكاريكاتير. فخدت جوزها السبع فندي وراحوا لبيت الفنان رخا عشان يعاتبوه، واما قابلته اتخانقت معاه ونهرته بشدة، وقالت له بنت مين دي اللي انت رسمتها؟ هي احسن مني في ايه؟ ولا اشهر مني في ايه؟ ولا اتخن مني؟
اتدخل السبع افندي جوزها في الحوار عشان يسكتها، قالت له اسكت انت، فقال لها انا الراجل، صرخت فيه قالت له راجل، وراحت شيطاب رجلها فطار في الفضا زي ما تطير كوره كده. وبدا رخا يرسم رفيعه هانم بريشته، وصور السبع افندي وهو قاعد على ركبتها. طبعا الكاريكاتير ده ضايق جوزها جدا، تم الطلاق بالفعل. بعد طلاقها اتجوزت سنه 1958 من الممثل سمير ولي الدين، والد الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين. يعني هي تبقى مرات ابو علاء ولي الدين مش والدته زي ما كان ناس كتير بتفتكر. فخيرها ما بين تخفف اكلها وتخس او يطلقها. وجاء التهديد ده واعتبرته بيعايرها بوزنها التقيل بعد يوم تصوير كانت هتغرق فيه في حمام السباحة، وقام 6 غواصين بانتشالها من حمام السباحة وأنقذوها من الموت. فقررت تتخلص من حياتها وحاولت تنتحر من الشباك بيتها، لكنها ما قدرتش تنط من الشباك. ولما طلعت على الكرسي وقع بيها واتكسرت رجليها الاتنين، لكن اتطلقت منه. وامتنع المخرجين عن الاستعانة بيها وتراكمت عليها الديون. فاتصلت بليلة القدر في جريدة الأخبار لمساعدتها، وفعلا قدموا لها 100 جنيه مساعدة سددوا بيها ديون البقال والإيجار متأخر عليها. وأما سمع المخرج سيد بدير بحكايتها طلبها للعمل في فيلم سكر هانم اللي أدت فيه دور الخدامة فكيهة، لكن عملها في الفن ما استمرش كتير. فلجأت في نهاية المطاف في قراية الفنجان لزملائها وزميلاتها من الفنانين بمقابل مادي عشان تعيش. بدأ المخرجين يبعدوا عنها وما بقوش يطلبوها لأعمال فنية، فاتدهورت بيها الحالة ورجعت مرة تانية لقراية الفنجان في مقابل مادي عشان تقدر تعيش. في الوقت ده كان صفوت الشريف وهو أول من أدخل النساء في العمل في جهاز المخابرات سنة 1963 بعد ما حصل على موافقة صلاح ناصر رئيس جهاز المخابرات في الوقت ده. والكلام ده جه على لسان اللواء عزمي جلال الدين اللي كان واحد من قيادات المخابرات العامة السابق منه، واللي أكد في محاكمات قضية انحراف جهاز المخابرات الشهيرة اللي تمت بعد نكسة يونيو 67 إن صفوت الشريف هو صاحب فكرة استخدام الفنانات في أعمال المخابرات والسيطرة على الشخصيات الهامة داخل وخارج مصر وابتزازهم عن طريق تصويرهم في مواقف مخلة مع عدد من الفنانات. وعشان تنجح العملية فلا بد أولا من السيطرة على الفنانات ووقوعهم تحت السيطرة من خلال عمليات الكنترول الشهيرة. وكانت ليلى حمدي أنسب واحدة للقيام بالعمل ده لأنها بتدخل بيوت عدد كبير جدا من الفنانين والفنانات بحجة قراءة الفنجان لهم. وعشان يجبرها صفوت الشريف على القيام بالعمل ده تم تصويرها في موقف مع راجل محدش عارف هل كانت على علاقة فعلية بالراجل ده ولا تم زقه عليها زي ما حصل مع الراجل اللي زقوه على سعاد حسني. وفي النهاية رضخت ليلى حمدي للابتزاز دوت ووافقت في العمل مع جهاز المخابرات مقابل راتب شهري 100 جنيه وتسهيل عملها في السينما. وبالفعل نجحت في الإيقاع بالعدد من الفنانين أشهرهم سعاد حسني وشريفة ماهر وبرلانت عبد الحميد في مقابل مرتب شهري، وكمان سهل لها الشغل في عدد من الأفلام. أطلقوا على الفنانة الراحلة ليلى حمدي اسم رفيعة هانم كنوع من السخرية بسبب وزنها الزيادة، وكتبت عنها جريدة روزا اليوسف إن فستانها بيحتاج 13 متر قماش. أما الصحفيين فسموها المنطاد. بعد نكسة 67 وقضية انحراف المخابرات الشهيرة انحصرت الأضواء عن ليلى حمدي اللي قل الإقبال عليها وقدمت عدد محدود من الأعمال الفنية كان آخرها فيلم البحث عن فضيحة سنة 1973 وهو نفس العام اللي توفت فيه في 30 يونيو سنة 1973 عن عمر 44 سنة. دي كانت قصة حياة الفنانة إقبال أحمد خليل اللي عرفناها فنيا باسم ليلى حمدي واللي غلب عليها اسم الشهرة رفيعة هانم. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.